السلام عليكم، اهلا بكم كل متابعين ملك الكرة في كل مكان. اسعد الله اوقاتكم بكل خير. الحكايه وما فيها، والله يعني الواحد مش عايز اقول لكم، انا في البدايه مش عايز اقول ده فريق الزمالك. لاني قبل كده قابلت مسؤولين المفروض عن الكوره في الزمالك وقلت له دونجا ده المفروض ده بيراميدز ما صدقوا يخلصوا منه، يا ريت ما يرجعش الزمالك. حد مسؤول يعني صاحب قرار جوه نادي الزمالك، مش عايز اقول الاسامي لان هو عارف نفسه، هو ملوش في الكوره، يعني هو ما لعبش كوره قبل كده خالص. قلت له دونجا ده ما يلعبش كوره. عمر جابر زي ما يكون مشطب، يعني كل الاحترام لعمر يعني لعمر، مش هو ده مستوى عمر جابر خالص. رؤى ومحمد عبد الغني، محمد عبد الغني بيترقص بالتليفون، رؤى باي كلام. يعني يا جماعه مش ممكن يكون سيف الجزيري رايح ضايع. معقوله هو ده نادي الزمالك؟ هو ده نادي الزمالك اللي بيلعب ده اللي احنا شفناه مع شباب بلوزداد؟ ده 1-0 يا جماعه، ده بالعافيه. وما تقوليش بقى أصل الصفقات ومش الصفقات، واصل مش عارف الثلاثه اللي متأيدوا، لا 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 لا، الفرقه حتى لو ماليش دعوه، الصفقات هيأثر، هيبقى ايه يعني؟ وبعدين ما تقوليش ضربه جزاء، ضربه جزاء خبطت في رجله يا جماعه، خبطت في رجله وبعدين في ايده، ما بتتحسبش. العالم كله ما بيحسبش ضربه الجزاء بالشكل ده. العالم كله بيحسب ضربه الجزاء لما تكون مباشره، خبطت في ايده مباشره، زي ما عمل دونجا بيلعب باليه مائي، بيعمل لي كده، واحد بظهره بيعمل ايده كده. يعني حاجه غريبه جدا. يعني فطبعا عايز اقول ان هو ده مش هو ده نادي الزمالك. وحكايه اللي هو خروجه او لسه في امل، في امل لما يكون في فريق زي السنه اللي فاتت، فريق كويس، اللعيبه رجاله. لكن انا عايز اقول لكم كمان اللي زيزو بعد كمان رحيل او احتراف امام عاشور، يعني انا شايف اللي هو يعني مش بيألف كوره، لا بيلعب لوحده، يعني بتحس اللي هو بيلعب لوحده. ما عندوش اي حميه، ما عندوش اي روح، اي حاجه، بياخد الكوره عايز يلعب بيها لوحده، اكنه صاحب الكوره. ده بالنسبه لزيزو، مش هو ده زيزو خالص خالص. بعد سفر امام عاشور او بعد احتراف امام عاشور في اللي هو ميتلاند الدنماركي. لكن في النهايه مش عايز اقول، يعني انا عايز اقول لكم على حاجه، والله العظيم انا كنت بتفرج النهارده، ما رضيتش اروح الاستاد واتفرج مع ناس اهلاويه، اقسم بالله العظيم زعلانين جدا على نادي الزمالك، وقالوا احنا بنشجع الزمالك طالما بيلعب في افريقيا. وانت ناس محترمه وناس يعني ما هو ده اللي انا بقوله بقى، ده اللي هو اي حاجه غير كده يبقى هو ضد المنطق. بس اللي بيحفلوا دول عيال شباب صغيره وعيال صغيره مش عارفه يعني ايه روح رياضيه، مش عارفه يعني ايه ازاي ان لما مصر بتلعب، سواء كان ده اسم الفريق الاهلي او الزمالك او بيراميدز او فيوتشر او الاسماعيلي او الاتحاد السكندري، ايا كان اسم النادي، فكل الناس بتشجعه. ليه؟ لانه بيمثل مصر. ده مش في الكوره بس، ده في كل الالعاب. والله والله العظيم يا جماعه، انا كان في ناس اهلاويه بيتفرجوا معايا النهارده، وناس زملكاويه طبعا زعلانين جدا جدا. انا محايد، انا ولا يعني انا محايد. والله العظيم الناس الاهلاويه زعلانين جدا 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 زي الزملكاويه واكتر كمان. لان قال لك الزمالك لما بيبقى وحش احنا ما بنستمتعش، اللي احنا حتى لو كسبنا البطوله او كده، لان الكوره المصريه لما يكون فيها اهلي وزمالك مستوى عالي ده بيبقى لصالح المنتخب. وكمان بيبقى الفريق الاهلي لما بيكسب الزمالك او بيكسب البطوله بيبقى مبسوط، لان الزمالك في فورمه عاليه وفي مستوى كويس، والزمالك لما يكسب الاهلي في فورمه عاليه ومستوى كويس ولاعيبه كويسين بيبقى مبسوطين، اللي ده نادي الاهلي في الفورمه العاليه. هو ده العقل والله والمنطق، اي حاجه تانية هي ضد المنطق وكلام فاضي وعيال صغيره. عيال صغيره اصل مش عارف ايه، لا. وموضوع كهرباء، والله لو جه حد قاعد اتكلم مع مرتضى منصور مثلا رئيس النادي، او الناس قعدت او جمعوا الدنيا، هيوافق على التقسيط، ويمكن يقول لك لا مش عايز الغرامه كمان. يعني يا جماعه الدنيا ممكن تمشي كده، انا مش عارف. لكن مستوى الزمالك النهارده يعني مش عارف اقول ايه. يعني حاجه مش عطلان وبس، لا ده يعني فريق يخض. يعني الفريق مش بطولة افريقيا بس، ولا دوري ولا افريقيا ولا اي حاجه. موضوع بقى 3 لعيبه وما تأيدوش، دي قصه تانية، دي قصه تانية. ما يا باشا، ما دي ديون، ودي حاجه، ما تقوليش اصل اتحاد الكوره واصل مش عارف مين وما أيدوش وبتاع. انت عندك مديونيه 40 مليون مثلا، ما تدفع المديونيه مثلا، ادفع جزء كبير من المديونيه قبليها، قبل القيد، قبل. لكن طبعا اتحاد الكوره برضه غلطان، يعني كان ممكن يقفل السيستم وما يسمحش للزمالك اللي هو أيد، بس برضه ما يقدرش يعمل كده، يأيد او ما أيدش. الموضوع يعني مش عايز اقول موضوع لغط واي كلام. نتمنى في الاخر ان الزمالك يرجع لمستواه، ولان ده هيدي دفعه للدوري المصري. وبعد كده مش عايز اقول لكم احباط رهيب جدا من اهلاويه قبل زملكاويه.
اشوفكم ان شاء الله في مباراه الاهلي، وان شاء الله الاهلي يفوز على فلامينكو في الثالث والرابع ويحقق 2.5 مليون دولار. يلا اشوفكم في اطلاله جديده مع النادي الاهلي وليفربول والزمالك وتحليل الكره المصريه مع مركز الكوره.